السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد مبارك على أمة المسلمين جميعا إن شاء الله. سريعا كده عايز أتكلم على مباراة الزمالك وسيراميكا اللي شفناها امبارح، وهي كانت مباراة في قبل نهائي كأس مصر. مباراة كانت مهمة جدا لنادي الزمالك. شفنا يعني هنتكلم دلوقتي عن أداء نادي الزمالك طبعا وعن أداء بيسيرو، ولكن احنا شفنا أداء إلى حد ما متواضع طبعا، وهو تكملة لاستمرار أداء نادي الزمالك طول الفترة اللي فاتت مع بيسيرو. بيسيرو بدأ بخطة 3-5-2 كالعادة، اللي انا مش مقتنع بيها، او مش مقتنع بيها في بعض المباريات. في ماتشات طبعا ممكن نلعب ب 3-5-2 زي مثلا بنلعب الاهلي، بنلعب بيراميدز، بنلعب قبل نهائي مثلا زي مباراه امبارح. انا مقتنع بالخطه دي ان هي كانت لعب بيها امبارح فعلا، ودي كانت حقيقه. ولكن لما شفنا في الاداء في الملعب يا جماعه، الاداء غريب جدا. نادي الزمالك اول 10 دقائق كان ضاغط كويس قوي على سيراميكا وضيع كوره وكورتين، ولكن بعد ال10 دقايق لقينا الزمالك بيتراجع بطريقه غريبه جدا في نص ملعبه. الزمالك مستحوذ اكتر على الكوره، الزمالك كان بياخد الكوره الثانيه والكوره الاولى، وشفنا في التحولات كان كويس جدا، وكان في لعبه واضحه قوي بيلعب عليها بيسيرو، وهي الاستحواذ على الكوره، وفي نفس الوقت بيروح عامل الكوره الطويله ما بين المدافعين خط دفاع سيراميكا. بنشوف بتتلعب كور طويله لسيف الجزيري، في منها طبعا كتير راح على الجون وضيع، وفي منها طبعا حسبت كانت تسلل. وهي دي اللعبه الواضحه اللي كان بيلعب عليها نادي الزمالك. كان عندنا طبعا شبه هافين او هاف واحد اللي هو كان ناصر ماهر، وهو ما كانش موجود في الملعب تقريبا، واستكمالا برده لادائه السيء من ساعه ما رجع من الاصابه. عبد الله السعيد يمكن كان بيضم شويه لنص الملعب، وفي نفس الوقت كان بنشوفه بيجنح ناحيه الشمال شويه، بيلعب كهاف شمال. وشفنا عمل منها ضربه جزاء وكانت كويسه جدا، وعدى فيها جوه ال 18 ورقص وجاب منها ضربه جزاء. عبد الله السعيد طبعا يا جماعه احنا بنحطه في اي مكان هو بيأدي. عبد الله السعيد لعيب كبير بيلعب بخبرته، ولكن مش هو ده الهاف بتاع نادي الزمالك. احنا بنضيع مجهوده طبعا كتير جدا. عبد الله السعيد بيجري كتير قوي في الملعب، وهو مش مطالب ان هو يجري كل ده في الملعب. انا رايي عبد الله السعيد لازم يلعب 10 صريح 10، ولا يلعب 6 ولا يلعب 8 ولا يلعب هاف. عبد الله السعيد لازم نستغله طبعا في حته 10 دي، لان هو بيقدر يكمل جوه ال 18 كويس، وفي نفس الوقت بيقدر يعمل الوصله اللي هي ما بين نص الملعب او ما بين المساكين وما بين الفراوده. بنشوف الزمالك بيخسر كتير قوي لما بيلعب بخطه 3-5-2، في ان هو بيلعب بثلاثه مساكين، ففي عدد زياده ورا قوي. خصوصا ان انت كنادي زمالك انت لازم يبقى ليك المبادره دايما. انت نادي كبير، انت اللي لازم تبادر ان انت تهاجم، وان انت لازم تخلص الماتش بجون وجونين، وبعدين بتبتدي بقى شوف خطتك هتعمل ايه بقى. هتلعب بثلاثه، هتقفل نص الملعب اكتر. شفنا نادي الزمالك بيلعب 3-5-2 طول الماتشات اللي فاتت، وكل ماتش بيجي فيه جون وجونين، غلطات دفاعيه قاتله. حتى مباراه سيراميكا امبارح في عز ما الزمالك كان ضاغط الشوط الاول وراح باكتر من هجمه، شفنا برده سيراميكا في نفس الوقت راح باكتر من هجمه، ومحمد صبحي شال كورتين او ثلاثه خطر جدا على نادي الزمالك. وده بيوريك ان طبعا خطه 3-5-2 خطه كويسه جدا، ولكن احنا لعيبتنا مش قادره تنفذها 100% ولا حتى 60 70%، بدليل انت بيجي فيك كل ماتش بيجي فيك جون وجونين. بيجي عليك هجمات خطره جدا. بنشوف 2 على 1 و3 على 2 في حاجه غريبه جدا. يعني انا راجل بلعب 3-5-2، يعني انا المفروض كميه او عدد الهجمات اللي بتيجي عليا بتبقى قليله، ولكن طبعا التمركز زي ما شفنا خطا جدا لمدافعين نادي الزمالك. بشوف بصراحه صلاح مصدق هايل جدا، بيأدي واجبه كويس قوي قوي قوي. حسام عبد المجيد طبعا اداء كويس، ولكن ليه بعض الاخطاء امبارح طبعا زي ما شفنا. الونش طبعا يا جماعه هو اللي علامه استفهام غريبه جدا. الونش اداؤه ضعيف قوي قوي، وهو طبعا عشان هو بيلعب 3-5-2 فهو مضطر انه يلعب الونش. لكن احنا لو بنلعب 4-2-3-1، لو بنلعب باثنين مساكين، الونش مش هيبقى ليه مكان في الخطه دي. الونش طبعا بيغلط غلطات غريبه جدا، خطا في التمركز رهيب، لعيب دايما المهاجم بيهرب منه، ودايما بيجي فينا جوان. حاجه غريبه جدا برده الكور الثابته اللي علينا. شفنا الماتشات اللي فاتت كلها احنا بيجي فينا ضربات ثابته غريبه جدا، رغم ان عندنا المفروض ثلاثه بيلعبوا راسيات، اللي هم حسام عبد المجيد والونش وصلاح مصدق. المفروض ان هم بيلعبوا بالضربات الراس كويس جدا، لكن في نفس الوقت بنشوف الكور الثابته بتهدد مرمانا، وبيجي منها جوان صريحه. فده طبعا زي ما بقول طبعا ده تمركز خاطئ للمدافعين. فهي يا جماعه مش بفكره ان انا العب ب 3-5-2، انا ممكن العب باثنين بس، ولكن التمركز بتاعهم يكون صح. في بعض المباريات زي ما قلت ممكن اعمل كثافه عدديه ورا، زي مباراه الاهلي زي مباراه بيراميدز فقط لا غير. ما بشوفش ان احنا بقيه المباريات كلها ان احنا نلعب ب 3-5-2 مش مستاهله خالص يا جماعه، خصوصا ان احنا بيبقى عندنا نقص هجومي رهيب. احنا امبارح بنلعب يعتبر باثنين قدام بس، هو ناصر ماهر وسيف الجزيري، والاثنين ادائهم متواضع جدا زي ما بنشوف. طبعا اسوأ حالاتهم من ساعه ما رجع ناصر ماهر من الاصابه، وهو اداؤه وحش قوي قوي قوي.
يعني محتاج يستعيد الثقه طبعا. الجزيري زي ما بنشوف طبعا استمرار لادائه السيء طول الفتره اللي فاتت، ولكن هو مجبر ان هو يلعبه. يمكن ناصر منسي راجع من فتره اصابه وصعب ان هو كان يبدا بيه طبعا. وزي ما شفنا برضو زيزو كان مريح، لان هو طبعا زيزو كان جاي من معسكر منتخب مصر ولعب مباراتين كاملين وعمل اداء كويس جدا مع المنتخب وكان مؤثر. كان لازم يقعده، وانا كنت معاه جدا ان هو يقعده احتياطي يكون ورقه رابحه. ولكن انا مش مع ان هو يلعب بخطه 3-5-2 خالص. اللعبه الوحيده اللي كنا بنلعب عليها هي الكوره العاليه، وده مش لعب نادي الزمالك ابدا يا جماعه. بيسيرو لازم يغير من خطته. حتى لو هيلعب بثلاثه لازم يكون في تكمله عدديه من نص الملعب. ما ينفعش يكون انا بلعب بدونجا ومحمد شحاته اتنين ثابتين في نص الملعب والباقي كله منعزل. يعني انا بيبقى عندي عبد الله سعيد بيحاول ان هو يوازن ما بين الدفاع والهجوم، واثنين بس بشوف في خط الهجوم. احنا لما بنعدي بنعمل كره بالعرض من يمين او للشمال بشوف لعيب واحد بس من نادي الزمالك جوه ال 18. فدي طبعا مش نادي الزمالك ابدا يا جماعه. نادي الزمالك لازم يجي ينزل يخلص الماتش بجون واثنين، وبعدين يبتدي بقى يشوف هيغير خطته، هيعمل ايه، هيعمل زياده عاديه في نص الملعب، ولكن مش الزياده العاديه تكون في الدفاع. انا ممكن العب بثلاثه نص ملعب لكن ما العبش بثلاثه دفاع. بشوف طبعا ان كان مصطفى شلبي رغم الاداء السيء جدا وهو طول الفتره اللي فاتت وحش، ولكن هو بس اللي موجود في الحته دي لازم نبدا بيه. لازم يبقى مصطفى شلبي، ولازم يكون زيزو طبعا بغض النظر عن المباراه دي هو كان مريح. يكون زيزو ويكون ناصر منسي او الجزيري يكون فيرود، ويكون عبد الله السعيد تحتهم رقم 10 صريح. وبشوف طبعا ان دونجا ومحمد شحاته دول اساسيين طبعا، خصوصا محمد شحاته ده مكسب كبير قوي لنادي الزمالك. وانا وجهه نظري ان هو كان افضل لاعب في نادي الزمالك امبارح، اداء ممتاز جدا. شفنا طبعا الكره بتيجي عليك بسهوله جدا، بيجي عليك جون تعادل في ظل ما انت كنت ماسك الكوره وانت اللي مهاجم وانت اللي مضيع، وزيزو كان مضيع فرصه خطيره جدا طبعا. زيزو طبعا نزل يا جماعه بخبرته طبعا. زي ما شفنا زيزو لعيب كبير، كلنا متفقين ان زيزو لعيب كبير، وانا اتكلمت في موضوع زيزو ده كتير قوي. فكره يا جماعه ان زيزو يكمل مع نادي الزمالك بالارقام اللي بتتقال 75 مليون او 80 مليون، انا بشوف الموضوع صعب قوي يا جماعه. زيزو لعيب كبير وبيفرق مع نادي الزمالك وكل حاجه، لكن انت هتخسر كتير قوي في غرفه الملابس. اتفرج بقى على اللي جاي كله، اتفرج على اي حد هيجي يجدد هيقول لك انا هيطلب ارقام عامله ازاي، وهيبقى حقه طبعا مش هنقدر نتكلم معاه. هيقول لك زيزو خد 75 مليون او 80 مليون، انا استحق انا كمان اخد 50 اخد 60. الموضوع مش هنخلص. زيزو لازم يجدد للزمالك بالارقام اللي تناسب نادي الزمالك وتناسب امكانيات نادي الزمالك، وقد ايه ان احنا نقدر نجدد للعيبه اللي جايه ما يبقاش في مشاكل. موضوع صعب يا جماعه جدا. فكره ان زيزو يجدد بالارقام دي انا وجهه نظري صعب جدا. وانا كنت كاتب بوست من يومين قلت لا انا مش عايز زيزو يجدد لاي سبب من الاسباب باي رقم من الارقام. الرقم بعيد جدا جدا عن نادي الزمالك. زيزو لعيب كويس ومؤثر، ولكن الزمالك لازم يكسب غرفه الملابس. نرجع تاني لاداء المباراه. بشوف ان الخطه يمكن اتحسنت شويه بخروج الجزيري، لان الجزيري انا بشوفه كان وحش، ولكن انت خرجت الجزيري. احنا كنا محتاجين ان احنا نهاجم اكتر وان نحرز اهداف، كان لسه ما جاش الجون تاني للزمالك. غريبه جدا ان هو خرج الجزيري. انا قلت هينزل ناصر المنسي، اتفاجئنا ان هو ما بيلعب من غير فيرود، نزل مصطفى شلبي، ولقينا ان مصطفى شلبي هو اللي بيلعب مهاجم. وشفنا عبد الله السعيد وزيزو هما اللي كانوا بيعملوا الاداء. زيزو طبعا هو اللي كان عمل الخطوره كلها لما نزل، هو اللي فرق مع نادي الزمالك. كوره اتعملت من عبد الله السعيد طبعا لزيزو، اداء فردي وراح بيها للجون واحرز هدف من مجهود فردي طبعا، والزمالك كسب بالجون ده. ولكن زي ما قلت يا جماعه طبعا الاداء صعب جدا، مش كل المباريات هتمشي معاك تقدر تجيب جون في الوقت الضايع. الزمالك لازم يبدا المباراه هو المبادره، هو اللي لازم يجيب جون واثنين وبعدين يقدر يامن نص ملعبه. في بعض اللعيبه لازم تراجع نفسها في مستواها. بشوف دونجا لازم يراجع نفسه جدا جدا جدا. سيف الجزيري، ناصر ماهر، كل دول ادائهم للاسف متواضع. الونش موضوع صعب جدا. لازم نشيد بقى برده باللعيبه اللي كانت كويسه جدا زي صلاح مصدق طبعا كان هايل جدا، حسام عبد المجيد كالعاده، عمر جابر، بنتايج، محمد شحاته افضل لاعب في المباراه وجهه نظري. زيزو طبعا اللي نزل خلص المباراه. محمد صبحي انا بشوفه كويس جدا الفتره دي بصراحه، وهيخلي الجهاز الفني في حيره ان هو يلعبه هو ولا عواد. بشوف ان محمد صبحي اداؤه كويس الفتره الاخيره دي. اتمنى طبعا اللي جاي يكون افضل نادي الزمالك. اتمنى المدرب بيسيرو يبتدي يغير من خطته. ما ينفعش ان انا كل مباراه العبها ب 3-5-2. الراجل بيلعب في كاس الرابطه اللي هي ضعيفه جدا قدام فرقه ضعيفه، وبيلعب ب 3-5-2 وبيخسر، حاجه غريبه جدا.
لازم الزمالك يبتدي يغير من خطته شويه. لازم زيزو يفكر 100,000 مره. زيزو جوه نادي الزمالك كسبان كتير. زيزو بره نادي الزمالك ممكن يكسب فلوس، ولكن انا اعتقد هو مش هيكسب الجماهيريه اللي هو موجود فيها في نادي الزمالك. نتمنى دعم مجلس اداره للفريق، ونتمنى رحله جنوب افريقيا تكون، طبعا هي رحله صعبه جدا، نتمنى ان هي تنجح وان الزمالك يرجع بنتيجه كويسه تساعده في مباراه الاياب ان شاء الله ان هو هيصعد ويحقق بطوله الكونفدراليه. ولازم الزمالك يشتغل كتير جدا الفتره الجايه في الدوري انه يكسب ماتشاته كلها ويستغل تعثر النادي الاهلي ويحاول ياخد المركز الثاني عشان يلعب بطوله افريقيا السنه الجايه. الموضوع هيبقى صعب جدا، لسه الاهلي كده كده هيلعب زي ما عارفين، والزمالك فرصته بقت قويه جدا ان الاهلي طبعا لما تراجع وخسر 6 نقط، الزمالك بقى ليه فرصه كبيره قوي انه يقدر ياخد المركز الثاني ويلعب في مكانه الطبيعي في بطوله افريقيا.